كيف أكون محمديا؟ كيف أكون محمديا؟ هو ده السؤال يا إخواني. نجعل الذكرى والمجلس المبارك هذا وهذا الاجتماع الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله جمعا معصوما إن شاء الله، نجعله بدراسا لنا ويكون سؤال الدائم وأنا خارج من هنا: كيف أكون محمديا؟ كيف ييسر الله لي سبل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي المعاملات؟ أدور على أخلاق المحمدية واتبعها، أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته كان إيه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يقف بين يدي ربه قانتا قائما طوال الليل حتى تتورم قدماه وأنتم تعرفون ذلك. يقف بين يدي ربه وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويسمع لبكائه وقف كوقف المطر بدموعه. تسمع دموعه كده بتنقط زي المطر وهو بينزل ينقط كده على الارض. هذه عبادات. وتشوف معاملاته ازاي مع خلق الله. أمرت بثلاث: أن أصل من قطعني، مش أخلاق العبيد، ده أخلاق الربوبية، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، أخلاق النبوة. كيف أكون محمديا في عباداتي؟ كيف أكون محمديا في معاملاتي؟ كيف أكون محمديا في أخلاقي حتى يفتح الله علي بالأحوال المحمدية، بالأنوار المحمدية من الصدق، من اليقين، من الإيمان، من التوكل، من التواضع، من الحلم، من الصبر، من الإخلاص، من المحبة، من العلم، من الإيثار. يفتح عليها بالأحوال تبقى خلق طبعي فيه، يبقى نور رباني أمشي به في الناس، فيهتدي الناس بأنوارك دون حاجة إلى كلام. نحن في حاجة إلى القدوة، نتكلم كثير، لكن من تحقق بحال لا يأخذ حاضره منها. وحال رجل في ألف رجل خير من مقالة ألف رجل في رجل واحد. نحن نحتاج للأنوار المحمدية في حاجة إلى القدوة، إلى القدوة المحمدية نمشي بها في الناس، فيهدي الله بك أمة دون حاجة إلى كلام. الدنيا كلها بتتكلم النهارده وكلنا بنتكلم، عاوزين نبطل كلام ونعمل بالإطلاق المحمدية. اللهم يا أرحم الراحمين، بحق هذا اليوم المبارك، وبحق هذا المسجد المبارك، وبحق من نحن في حضرتهم من أولياء الله، وبحق من في حضرتهم من الصالحين، وبحق هذه النفحات الطيبة والذكرى الطيبة، أن تردنا وترد أمة حبيبك إلى دينها رب الجنة وإلى قلوب نبيها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. افعل بنا ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم تولنا من توليت بعبادك الصالحين يا رب. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، مع الراحة في قلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في دنيانا وديننا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونشكر فضيلة الشيخ أحمد سلام والقائمين على هذا المسجد ومن فيه جميعا على هذا والحاضرين على استقبالكم لنا وفتح صدوركم وقلوبكم لنا. نسأل الله أن يفتح لنا قلوب أهل الله وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته الواسعة، ويتولانا بما تولى بعباده الصالحين. جزا الله خيرا الأستاذ الدكتور محمد مهنا على هذه الكلمة الطيبة في أخلاق النبي صلى الله عليه
عليه وسلم. وصدقوني إن قلت لكم أن هذا الأوان في مصر وفي سائر البلاد الإسلامية لا نحتاج إلى سياسيين، فأصبح أهل مصر جميعا يتحدثون في السياسة ولم نتقدم خطوة، بل رجعنا إلى الخلف سنينا عديدة. وأصبح أهل مصر خبراء في الاقتصاد، ومع ذلك الديون تتراكم علينا وعلى أولادنا بمئات السنين. ليس هذا ما ينقصنا، خبراء في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في كذا ولا في كذا. ما ينقصنا هو الأخلاق المحمدية. ولنعلم جميعا أن الدعوة الإسلامية بنيت على 3 أضلاع. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم 3 وظائف، 3 أضلاع يعلمهم الكتاب القرآن الكريم، والحكمة الأحاديث الشريفة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم. ما ينقص الناس الآن هو التزكية، أي أن يأخذوا بطريق أهل التصوف. هذا ما ينقص الإنسان في هذا الأوان. انظروا إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. القرآن جميعا كان شيء في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم يساوي القرآن، فما بالكم بباقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نخرج من كلمة اليوم وخطبة اليوم على هذا المنبر الطيب المبارك بأن نحدث الناس عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون لنا شأنا. لن يكون لنا شأن إلا بالأخلاق، ولن نرزق إلا بالأخلاق، وما نحن فيه من المعاصي ومن البعد. فنعلم جميعا أنه لا تنزل مصيبة إلا بذنب، ولا ترفع إلا بتوبة. فلا بد لنا من التوبة والرجوع بين آيات الرب سبحانه وتعالى، خاشعين له سائلين المولى جل وعلا أن يغير أحوال هذا البلد إلى أحسن حال وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. هو الأول وهو الآخر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك